في بداية الفيلم بيكون في مساجين جداد مترحلين على سجن في الصين، وكل بيقف صف واحد وبيتسألوا على أساميهم والجرائم اللي عملوها. ومن بين المجرمين دول بيكون في شاب عنده 20 سنة اسمه ريكي، محكوم عليه ب10 سنين سجن بتهمة الاعتداء وقتل شخص. بس ريكي مش بيكون مسجون عادي ومش بيحب يتعامل بأسلوب وحش، فمش بيسمع كلام الحراس وبيعمل اللي هو عاوزه، ومن أولها كده الحراس مش بيحبوه. ولما ريكي بيعدي من جهاز كشف المعادن وبيزمر الجهاز، الحراس بيستغلوا فرصة علشان يفرضوا سيطرتهم عليه، فبياخدوه على مكان أشعة إكس وبيكتشفوا إن جسمه جواه رصاص. ولما الحراس بيسألوه هو ليه ما خلاش الدكتور يشيل الرصاص من جسمه، بيقول لهم إن الرصاص ده تذكار من الشخص اللي قتله. وبعدها محدش بيتجرأ يقوله على حاجة، وريكي بيتاخد على جوه مع باقي المساجين، وهناك المكان بيكون متقسم 4 أجزاء متسمية على أسامي ال4 اتجاهات: شرق غرب شمال جنوب، وكل جزء بيحكمه قائد مختلف، والقادة بيكون عندهم السلطة كمان إنهم ينهوا فترة مراقبة المساجين ويشتغلوا مع مأمور السجن. وفي يوم واحد متنمر اسمه صامويل بيكون في الحمام وبياخد فوطة بالعافية من مسجون كبير اسمه عمر، والاتنين بيتخانقوا مع بعض، فصامويل ورجالته بيضايقوا الراجل الغلبان وبيكسروا مناخيره. ولما واحد من الحراس بيتدخل علشان يلم الموضوع، بيلاقي ان صامويل هو الطرف الرئيسي فيها، فبياخد بعضه وبيمشي. وريكي بيشوف الحكاية دي على الباب، فبيحط رجله في الطريق وبيكعبل صامويل، وبيخلي صامويل يقع على خشبة مليانة مسامير، وصامويل وشه بيتعور من المسامير بس مش بيتصاب جامد. ورجالته بيحاولوا يهجموا على ريكي، بس لما بيلاقوه مش خايف بيقرروا يهتموا بالزعيم بتاعهم الأول. وبعد فترة صامويل بيخف، بس بيكون عاوز ينتقم من ريكي، وبيكون عارف انه مش هيقدر على ريكي لوحده، فبيعين احسن مختال في السجن التنين الغضبان، واللي معروف عنه انه مجنون وعنده سمنة مفرطة، ولحد دلوقتي قتل اكتر من 50 مسجون. بس حاليا التنين الغضبان في الحبس الانفرادي، فصامويل بيحاول يرشي الحراس علشان يخرجوه. وتاني يوم الصبح التنين الغضبان بيخرج من الحبس الانفرادي وبيروح لريكي الحمام وبيضربه بوكس لدرجة انه بيطيره وبيخبط في الحيطة، فريكي بضربة واحدة بيطلع له مصارينه، والعملاق بيقع على الأرض وأحشائه طالعة من جسمه. وصامويل كمان بيواجه نفس المصير لما بيحاول يتدخل، وريكي بيضربه جامد في بطنه وبيقتله. والمكان بيكون عبارة عن دم، والحراس كالعادة واقفين يتفرجوا. وقبل ما ياخدوا ريكي الزنزانة، القائد بتاع الجناح الغربي بيعرض عليه ينضم لعصابته علشان بيكون معجب بمهاراته القتالية، وريكي مش بيهتم بالموضوع بس مش بيقوله. وبعدها بنرجع بالزمن لورا وبنشوف ريكي لما كان طالب في المدرسة، وكان عايش في دار أيتام بعد ما أهله ماتوا وهو في ابتدائي. وفي يوم بيروح يزور قبر أهله وبيقابل عمه هناك، وبيعرف إن عمه مدرب كونغ فو وعنده معرفة كبيرة بكل أنواع فنون القتال. وعمه بيشوف ان ريكي عنده موهبة كبيرة وبيعرض عليه انه يدربه. ومن اليوم ده بيدربه تمارين كل يوم في المقابر، وريكي بيسيب المدرسة علشان يركز في التدريب، وكل حصة بيختبر مهاراته. ولما بيقدر ان يكسر قوالب الطوب بصدره، عمه بيستوعب ان التدريب كده خلص وان ريكي بقى جاهز. وبنرجع للحاضر وبنشوف ريكي وهو متاخد لمصارع مأمور السجن الأستاذ هوك، وبيكون عنده خطاف في دراعه اليمين وعين صناعية. وبعد ما بيعرف ريكي عمل ايه في المساجين التانية، هوك وشه بيحمر من الغيظ وبيضرب ايد ريكي بالخطاف بتاعه. ولما ريكي مش بيتكلم، هوك بيطلع صورة لحبيبة ريكي وبيشتمها، فريكي بيتعصب وبيكسر الترابيزة وبيهدد هوك وبيقول له يخليه في حاله وما يجيبش سيرة حبيبته تاني. وبنرجع بالزمن وبنشوف ريكي من سنة لما كان عايش أسعد فترات حياته وهو مع حبيبته فيفي، والاتنين كانوا بيحبوا بعض جدا وناويين بعد التخرج انهم يتجوزوا. بس للأسف حصلت مأساة غيرت كل حاجة في ليلة، وفيفي راجعة البيت بتشوف عصابة بتبيع أفيون للأطفال، ولما بيشوفوها وهي بتراقبهم بياخدوها للزعيم بتاعهم، والزعيم بيكون راجل شرير وبيحاول يتحرش بيها. بس فيفي بتقدر تهرب، لكن وهي بتجري بتقع من المبنى وبتموت، وموتها بيأثر على ريكي جدا وبيقرر إن لازم ينتقم ليها. وفي يوم بيلاقي زعيم العصابة لوحده ومش معاه حد من رجالته، والراجل بيضرب ريكي بالرصاص، بس ريكي مش بيتأثر فبيضرب الراجل على دماغه وبيموته بضربة واحدة. وبعدها بيروح على السجن، بس ريكي مش بيكون ندمان. وتاني يوم كل مساجين الجناح الغربي بيضربوا في واحد من رجالة صامويل بما انه ما عندوش حد يحميه دلوقتي، بس قائد الجناح الغربي بيوقفهم، والقائد بيكون عاوز يفرض سيطرته على المكان، خصوصا ان الكل بيمدح في ريكي. فبيضرب واحد اسمه كانج وبيكتفه بسلاسل في خشبة قدام السجن كله، وبيسأل المساجين اذا كان حد عنده استعداد ينقذ كانج ويواجهه، والمساجين بيكونوا عاوزين يساعدوه بس بيخافوا من القائد. وقتها القائد
القائد بيحس انه عمل اللي هو عاوزه خلاص، لحد ما ريكي بيتدخل وبيروح يواجهه وبيتقاتل الاتنين، والقائد بيستخدم اساليب قتالية قوية في القتال وبيرش مسحوق غريب على ريكي علشان يعميه، وكمان بيقطع له شرايين في ايده. لكن ريكي بيقدر يتغلب على كل ده وبيغسل عينه، وبعدها بيضرب القائد على قفاه وبيخلي عينه تقع من مكانها. وفي النهاية ريكي بيتمسك تاني وبيتحجز. وتاني يوم المأمور بيكون جاي من رحلة وبيكون جايب معاه ابنه وونج، وونج وهو بيمشي بيقع على السجادة بسبب وزنه، فبيقتلوا الولد اللي فرش السجادة وبيعامل المساجين كحشرات ومش بيهتم بحاجة غير ابنه. وأول ما بيعرف بموضوع مزرعة الأفيون بيتعصب، فهوك بياخده على زنزانة ريكي. بس لما ريكي بيشوف المأمور بيشيل التراب من على جسمه وبيهاجم المأمور وبيقول له إنه مش هيسكت على الأفيون اللي بيزرعوه. وفي اللحظة دي قائد الشرق بيتدخل وبيكتف إيد ريكي وبيفضل يضرب فيه قدام المأمور وابنه علشان يراضيه. وفي وسط التعذيب ده ريكي بيسمع اسم فيفي بيتقال في وسط الكلام، وده بيخليه يرجع لطبيعته وبيقدر يفك ايده وبيضرب قائد الجناح الشرقي في رقبته وبيموته في ساعتها. لكن بيلاقي ان السقف معمول من الحديد وبيبتدي يتحرك لتحت، فريكي بيبطأ حركته قبل ما يموته وبيطلع من الزنزانة وبيتفاجئ الكل بقوته. بعد كده بيحطوه في حفرة في الأرض وبيأمروا المساجين يدفنوه وهو حي، والمساجين بيضطروا يسمعوا الكلام غصب عنهم علشان خايفين على نفسهم. والمأمور بيسيب لريكي عود بامبو يساعده انه يتنفس، وبيفضل محبوس هناك أكتر من أسبوع، وطول الوقت ده بيكون بيفكر في فيفي. وفي اليوم الثامن المأمور بيدي أوامر انهم يطلعوا جثته من تحت علشان الكل يشوف اللي بيحصل للي مش بيسمع كلامهم. وبعد ما ريكي بيخرج من الحفرة بيفاجئ الكل وبيوريهم انه كويس، وده بيخلي قائد الجناح الجنوبي يتغاظ. وفي وسط الكل بيكون ملهي بيضرب ريكي وبيخليه يفقد وعيه وبيكتفه، وبعد كده بيحطه في فخ الموت واللي هيقتله لو حاول يتحرك. فبيعرض عليه المأمور ان ينضم للعصابة، بس ريكي بيشتمه. فقائد الجنوب بيزود مستوى التعذيب وبيحط شفرات موس في بق ريكي وبيفضل يضرب فيه، ولما بيبطل ضرب ريكي بيتف الشفرات دي على وش المأمور. وبالليل واحد من اللي بيدعموا ريكي بيجيب له اكل وبيوصل له رسالة بتقول ان ما ينفعش يستسلم دلوقتي. بس مساعد المأمور بيعرف وبيضرب الولد ده وبيحط الخطاف بتاعه في زوره وبيقتله. وبعدها بيدخل على ريكي علشان يوريه اللي عمله في الولد ده، بس ريكي بيهاجمه. ريكي بيضربه في دماغه وجمجمته بتتقسم نصين، وبعدها بيفقع عين هوك السليمة وبيقطع ايده. وكل المساجين وقتها بتصور على المأمور. في الناحية التانية المأمور وابنه بيكونوا في المطبخ، ولما المأمور بيسمع واحد من المساجين بيشتكي ان ابنه بياكل اكلهم بيحب يعرفه غلطه، فبيحط ايده في المفرمة والدم طرطش في كل حتة. ومرة واحدة ريكي بيدخل الأوضة وبيقف قصاده، وقائد الجناح الجنوبي والشمالي بينضموا لهم وبيهاجموا ريكي، والتلاتة بيدخلوا معركة. بس المرة دي ريكي بيكون أقوى منهم، وقائد الجناح الجنوبي بيتقتل بعد ما ضلوعه كلها بتتكسر، أما القائد التاني بيطلع يجري من الخوف. وأخيرا بيتبقى المأمور وريكي. وفي الأول القتال بينهم بيكون عادي، بس بعد شوية المأمور بيتحول لوحش ضخم وبيهاجم ريكي، والقتال بيستمر فترة لحد ما ريكي بيزقه في المفرمة ومش بيفضل منه غير راسه. وبعدها ريكي بيطلع بره وفي ايده راس المأمور، وبعد كده بيكسر حيطة السجن وكل المساجين بتهرب وبيخلص فيلمنا لحد هنا.